السلام عليكم ورحمة الله. مبدئيا كده أنا مواطن سوداني، كنت نازح في الولايات وكنت نازح خارج السودان وجيت الخرطوم. ده مبدئيا، وما بنتمي لحزب أو بحمل أيديولوجية أو أجندة ضد القوات المسلحة السودانية. مبدئيا أنا مواطن كنت بارج برا السودان وكنت في الولايات وجيت الخرطوم بناء على كذا نقطة، بناء من سمعناه وشفناه من كلام بيتكلم عن الاستقرار في الخرطوم. مبدئيا امك، ابوك، اختك، اخوك، جناك ما تجيبوا الخرطوم. وانا بتكلم لفئه معينه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها يا جماعه. بتكلم لفئه معينه ما بتقدر تستحمل، او فئات ما بتقدر تستحمل الوضع اللي بيقولوا عنه هو استقرار. الاستقرار الحاصل في الخرطوم حاليا على ألسنة ناس، وإن كان خارج الدولة وإن كانوا خارج الخرطوم ويقولوا أنه أرجعوا الخرطوم، ده نحن ما بناخذ له كستاندر. لكن في ناس جوا الخرطوم بتقول لكم تعالوا. الوضع العايش الزول بيقول لك تعال بالنسبة له استقرار برغم من التحديات والظروف اللي فيها. لكن ما تاخذ الموضوع ده ستاندر على أنه يا أخي الزول ده مستقر معناه أنا هستقر. ليه؟ جايين لكم في الموضوع ده نقطة. مبدئيا مرة كبير، راجل كبير، طفل ما بيقدر يعيش في السودان أو يعيش في الخرطوم تحديدا الاستقرار اللي كنت معيشه له. حتى في مناطق في الخرطوم جاتها كهرباء، جاتها موية، برضه بتعاني من تحديات ومن ظروف خارج القدرة بتاعت اليد من المجتمعات اللي هي جنبك. أنا كمواطن رجعت شركة النيل ما عشت استقرار لي شهرين. جيت الخرطوم لي شهرين أنا عايش في الخرطوم. جيت فتحت بيتي لأنه غير بيتك ما في حتة تلمك. سمعنا كلام الناشطين، شفنا بوستات بتتكلم عن الاستقرار في الخرطوم، جينا. شفناه من انتهاكات وشفناه من صعوبات وتحديات في الخرطوم تحديدا شرق النيل، ولا 1% من التحديات كان من وراء احنا نازحين. وانا نازح ما شفت الكلام اللي شفته في الشهرين. قبل ما ترجع الخرطوم شوف جيرانك رجعوا ولا لا، جيرانك الاصليين، جيرانك اللي بتعرفهم في الحله، مش الواحد اللي تلقاه في اخر المربع ولا جارك في نهايه الشارع ولا الناصي. جيرانك اللي بالحيطه، جيرانك اللي في نفس المحيط حقك، شوفهم رجعوا ولا لا.